اهلا بيكم. انا مي شاهين، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ايه رايكم النهارده نعمل مع بعض الفطير المشلتت؟ هنعمله في البيت بطريقتين مختلفتين علشان يطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده. بجد هقولك طريقتين النهارده سهل جدا في ان انت تفرديه وتورقيه وعلى الرخامه من غير بقى حاجات كتير. وبجد حرفين بشويه دقيق وميه هيطلع معاكي بالجمال ده. اول حاجه خالص انا جبت هنا كوبايتين من الميه، يعني 500 ملي، وحطيت عليهم معلقتين كبار من السكر وعليهم معلقه صغيره من الملح. ودوي بقى الكلام ده كده كله مع بعض. الميه يا جماعه من الفلتر، يعني من الحنفيه، ولا سخنه ولا بارده ولا دافيه ولا اي حاجه خالص. ميه عاديه جدا. وتعالي بقى هنا في البوله اللي احنا هنعجن فيها، وحطي كيلو من الدقيق. الدقيق زي ما انتوا عارفين متعودين لازم ننخله. الدقيق بيكون متعدد الاغراض، تمام، علشان يديكي عرق. وهقولك يعني ايه عرق دلوقتي وانا شغاله معاكي. ممكن كمان تشيلي كوبايه من الدقيق وتحطي مكانها كوبايه من دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسه. برضو بيدي طعم حلو جدا للفطير، ومطه حلوه قوي للفطير. وابدأي بقى كده نخوي الكلام ده كله مع بعض، وحطي عليها معلقه من البيكنج باودر الممسوحه. المعلقه دي مش ضروري، بس الصراحه بتفرق معايا في ان بتحسي ان الفطير بتاعك بينتفخ كده في الفرن وبيبقى حلو قوي. ابدأي بقى هنا زودي الميه. انا قايله لك الكيلو دي هياخد كوبايتين من الميه، بس برضو انا بزود الميه حبه حبه. احنا عارفين ان الدقيق بيختلف في امتصاص السوائل، فزي ما احنا متعودين بقى في اي عجين احنا بنزود الميه او السوائل عموما حبه حبه. وابدأي بقى كده اعجني، هاتي من تحت لفوق واعجني. خلينا متفقين فطير يعني عجين. هتعجني كده حبة محترمين. يعني المرحلة دي أنا عجنت قد إيه؟ تلت ساعة. تلت ساعة. ولو انتي مثلا هتستخدمي العجان هيبقى ربع ساعة. وتضيفي المية واحدة واحدة وتبدأي برضو ان انتي تعجني. عجينة الفطير مش زي العيش. العيش بيكون ناشف شوية. الفطير بيكون فيه تلزيقة بسيطة. شايفين اهو هتبقى فيه تلزيقة، ما تزوديش سوائل ولا تزودي دقيق. ابدأي بس انت عجيني. وكل ما تعجني كل ما هي يمتص السوائل كويس جدا. وهتحسي بقى ان هي بقت تمط معاكي وبقى فيها تلزيقة. التلزيقة بسيطة. شايفين هنا بقى شوية المية دول انا مش هحتاجهم. يعني بالظبط اخدت مني كوبايتين الا ربع. تمام، الا معلقتين كبار. طبعا زي ما قلت لك بيختلف من دي لدي، يعني انت ممكن الكيلو معاكي ياخد الكوبايتين مظبوطين. اهو بتعجني بقى لغايه ما تحسي ان البوله نطفت جدا وفيها تلزيقه بسيطه جدا. انا كده خلصت؟ لا، هدخل بقى في المرحله التانية من العجين. هجيب كده بوله واحط فيها نقطه ميه، شويه ميه صغيرين، وابدا ان انا ابل ايدي بس كده وانطر الميه منها، وابدا ان انا اعجن تاني. طيب انت بتاخدي الميه من البوله دي وبتعجني بيها؟ لا، انا ببل ايدي بس وبنطرها كده، وبرجع اعجن تاني وبرفع العجين من فوق لتحت. وادي بقى عجن. المرحله دي عجنت فيها قد ايه؟ 10 دقايق. يبقى يعني في المجمل عجنت قد ايه؟ حوالي نص ساعة. كل ما عجنتي الفطير كويس كل ما تطلع معاكي النتيجة حلوة جدا. ويريحك جدا في الفرد. زي ما انت شايفة كده ببل ايدي وبرجع اعجن تاني. طبعا انا يعني الفطير من الحاجات اللي احنا مش بنختلف عليها، تقريبا كلنا بنحبه. فاتعودي انت تعمليه في البيت، مش هياخد منك حرفيا اكتر من ساعة. وهيبقى جاهز، وبجد طعمه مختلف جدا عن اللي بره. طعمه حلو جدا يا جماعة. وحاجة نظيفة انت ضمناها وعارفة انت عاملة ايه في البيت. انا هنا كده خلاص خلصت العجين. وببدأ ان انا اقسمه نصين. عرفتي ازاي ان هو كده خلص؟ زي ما انت شايفة بقى يطلع بسهولة جدا من البولة. وبيلزق التلزيقه بسيطه جدا زي ما انت شايفه كده. وتيجي بقى كده تكوريه، ما شاء الله اداكي كده عجينه ملساء ناعمه جدا. وشايفين المطه دي؟ زي الاستك كده. هو ده كده قوام العجين المظبوط للفطير. اهو بكورها كده كويس جدا. وبجيب بقى صينيه برشها كويس جدا بالدقيق رشه كده محترمه. لان زي ما انت شايفه، زي ما قلت لك ان هي فيها تلزيقه بسيطه. وبرده برشها من فوق علشان ما يعملش معايا قشره كده لما بسيبها ان هي ترتاح. وبجيب برضو الكورة التانية وبعملها بنفس الطريقة، وبرضو بسيبها وبرش من فوقيها برضو بالدقيق. الكيلو الدقيق هنا أنا قسمته على فطيرتين، يعني كل فطيرة نص كيلو. أنا شايف إن الحجم ده كده مناسب جدا. أقل من كده هيطلع معاكي ناشف ومفهوش طبقات كتير. كده خلاص عملت كده كورتين بالكيلو. وغطيه. وتاني بقى تركة مهمة جدا في الفطير، انت تسيبيه يرتاح تماما. في الشتاء بسيبه حوالي ساعة. في الصيف بقى وجو الحر هو كفاية قوي عليه نص ساعة. بسيبه يرتاح خالص. هو مش هيخمر ولا حاجة وما فيهوش خميرة. بس لازم يرتاح. ليه؟ علشان يتفرد معاكي بسهولة.
وهنا خلاص هاخد بقى كورة وغطيت التانية بالستريتش راب كده، وباخد الكورة التانية وببدأ ان انا افردها معاكم. بجد من اسهل الوصفات. شايفين ما شاء الله؟ شايفين بعد ما ارتاح اظن الفرق واضح. حسيتي كده العجينة ملساء جدا وما فيهاش تكتلات خالص، وهتبقى سهلة معاكي خالص في الفرد. رشي بقى كده رشة دقيق محترمة وابدأي افردي. في ناس بتفردها على الزيت او على السمنة، بس انا جربت الاتنين، والصراحة النتيجة في توريقة الفطير الاحلى بالدقيق. يعني انت لما تفرديه بالدقيق احلى بكتير جدا من انت تفرديه بالسمنة او بالزبدة. الاتنين متاح براحتك جدا، بس الأحلى فيهم هو الدقيق. وابدأي بقى كده افردي العجين بتاعك. وانت بتفردي ركزي كويس على الأطراف، ابعدي شوية عن النص علشان ما يتخرمش معاكي بسهولة وانت بتهويه. تمام، يعني طول ما انت بتفردي كده اتكي اكتر على الاطراف زي ما انت شايفه كده. وزي ما قلت لك بتحطي بقى دقيق كويس علشان ما يلزقش معاكي. وببدأ بقى ان انا كده اهويه، بشده كده من الطروف زي ما انتم شايفين كده اهو ما شاء الله. وشدي بقى كده وافردي الفطيرة بتاعتك كويس، علشان كل ما تفرديها كل ما تطلع معاكي رقيقة. وهقولك دلوقتي طريقة برضو اللي انتوا شايفين ده برضو هي مش رقيقة قوي. هي الفكرة كلها في اللي انا هعمله دلوقتي، في ان انت ازاي تفرديها في مساحة قليلة زي اللي عندي كده. يعني مفيش حاجة هتوقفك خالص، هتعملي فطير يعني هتعمليه. هاتي بقى كده قطاعة او سكينة، وابدأي اعملي كده داير ما يدور زي الشمس. سيبي الحتة اللي في النص كده مدورة، وابدأي ان انتي قطعي العجين بتاعك. تعالي بقى هاتي السمنة بتاعتك، كوبايتين من السمنة. انا بجيبها بدرجة حرارة المطبخ، يعني مش سايحة، مش بحطها على النار ابدا. مش عشان حاجة، عشان بس تبقى سهلة عليا وما تبهدلش الدنيا يعني. وخليكي عارفة كل ما اديتي الفطير سمنة والسمنة طعمها حلو، هيطلع معاكي مورق وطعمه حلو جدا، وهيترفع كده في الفرن، وهيبقى ملوش حل، هيبقى خطير فعلا. شدي بقى واتني. شايفة اللي انا بعمله ده هعمله تاني كده قدامك كده كذا مرة، علشان زي ما قلت لك يطلع معاكي مورق. شايفين؟ بشد بقى اهو. بتحطي العجينة في النص كده وبتشدي اهي، بترق خالص. انتوا شايفين اهو المفرش تحتها، ده معناه ان هي رقيقه جدا، من غير بقى ما تحتاجي مكان واسع ولا اي حاجه خالص. انت بتفرديها على قد المكان اللي عليه اللي عندك، وبتقطعي، وبترجعي ان انت بقى لما بتاخدي جزء جزء بتفرديه اهو. شايفين يا جماعه؟ اهو بحطه كده وببدا ان انا افرده خالص اهو. وكل مكان بتحطي فيه سمنه، لان الطبقات الكتير دي لو ما فيش سمنه كويس هتلزق في بعض، وهتبقى طبقة واحدة وهيطلع معاكي تخين في الآخر أو سميك يعني. فأنت الفكرة كلها إن أنت بتفردي جامد وفي نفس الوقت بتحطي سمنة كتير. كل ما حطيتي سمنة كل ما يطلع معاكي مورق. وتحطي سمنة فين؟ بين الطبقات. يعني هو مش تحطي سمنة وخلاص، لازم تحطي سمنة بين الطبقات أهو زي ما أنت شايفة كده. يا رب بس تكوني الخطوات واضحة معاكي أهو. وبترجعي تقلبي تاني أهو، وتتأكدي إن بين كل طبقة والتانية في سمنة. عادي جدا لو اتقطع منك سنة كده مفيش مشكلة خالص، طالما في سمنة وانت بتعملي طبقات مش هيبان جدا خالص في الآخر. ما شاء الله اهو. بتفردي على الدايرة اللي في النص دي اهو. بجيب كده الطرف جدا، ولو في طرف تخين ولا حاجة عادي جدا اهو. فردته لغاية آخر الرخامة، مفيش مشكلة خالص. أهم حاجة تفردي وتتأكدي إن انت بتحطي سمنة كويس بين الطبقات دي. انا مي شاهين، ولو لسه اول مره تشوفيني اتمنى طبعا تبقي واحده من اسرتنا الجميله على اليوتيوب. وبشكر جدا جدا متابعيني الحلوين اللي دايما يشجعوني. مع اني انا بغيب عليكم بس دايما انتوا بتشجعوني وفي ظهري، وشكرا ليكم جدا على متابعتكم ليا. هنا بقى جبت كده وكورتها تاني زي الكوره، وجبت بقى الصينيه اللي انا يعني هدخلها الفرن. بحط لها بقى كده شويه سمنه محترمين، وبحط فيها الفطيره بتاعتي، بعملها كده دايره. شايفين انا عايزه اقول لكم قد ايه رقيقه وبتطلع كده فقاقيع؟ ده معناه ان هي اتفردت مظبوط. وبسيب الفطير تاني يرتاح مده نص ساعه. يبقى انا بريحه مرتين، مره بعد ما انا اخلص العجن وبقسمه، والمره التانية بعد ما تخلصي الفرد وتحطي له السمنه بتاعته، بتسيبيه في الصواني اللي انت هتدخلي فيه الفرن، وبتسيبيها بقى لمده نص ساعه. ودي بقى الطريقه التانية. قلت لك هوريكي طريقتين مختلفتين علشان تفرديه بمنتهى السهوله يطلع معاكي مورق. اهو فردت الكرة التانية بنفس الطريقة بالظبط. ببدأ بقى ان انا اهويها زي ما انت شفتي كده، وبمسك بقى القطاعة وبقطعها كده بالعرض. شايفين؟
3 كده بالعرض، والناحية التانية المقابلاها برضو 3 بالعرض. خلاص كده. وبجيب اهو السمنة بتاعتي وببدأ ان انا يعني ادهنها كويس جدا جدا. وكتري بقى الكيلو دقيق او الفطيرتين اخدوا مني قد ايه سمنة؟ حوالي نص كيلو ل 600 جرام. تمام. طبعا زي ما قلت لكم السمنة كل ما كان طعمها حلو وكل ما كانت حلوة كده هيطلع معاكي مورق وخفيف وبجد طعمه رهيب. شايفين بقى اللي انا بعمله ده اهو بمنتهى السهولة. بتشدي وبتقلبي الناحية التانية اهو، من غير ما تحتاجي مكان واسع او صينية كبيرة او رخامة كبيرة، ان انا بشد وبفرد. الفكرة دي بتديكي مساحة ان انت تفردي العجين او تفردي الفطيرة معاكي اكتر حاجة ممكنة، علشان كل ما تفرديها كل ما تطلع معاكي رقيقة وطبقاته حلوة ورقيقة اهو. وبتجيبي بقى الناحية التانية وبتفردي كده. عايزه اقول لكم ان انا صحيت النهارده لا بجد نفسي في الفطير، عايزه اكل فطير كده مع العسل، انا بحبه جدا مع العسل. و... وبجد بيبقى طعمه مختلف جدا عن اللي بره. على فكره هو مش اقتصادي، يعني انت لو عملتيه في البيت هو تقريبا سعر اللي بره. لو جبتي فطيره كده بالسمنه البلدي المحترمه كده برضو هتبقى تقريبا نفس التكلفه، لان انت بتستخدمي سمنه طعمها حلو. ولكن بجد انت بتبقي ضامنه وبيبقى طعمها احلى بكتير جدا اللي انت عاملاه، ومش متعب خالص ومش بياخد وقت. يعني هو فعلا حرفيا نص ساعه عجن، وقولي كمان نص ساعه فرد، يمكن اقل كمان، و10 دقايق في الفرن وشكرا. انت الفكره كلها انت بتسيبيه بس ان هو يرتاح مرتين وخلاص على كده. يعني كله على بعضه حوالي ساعه ونص ساعتين بالكتير، وهيبقى عندك احلى فطير مشلتت ممكن تاكليه، وانت بقى عاملاه في البيت ضمناه وعارفه ولادك بياكلوا ايه وانت نفسك بتاكلي ايه. او شايفين؟ يا رب بس تكون الخطوات واضحه. انا بس حبيت اجيب لك الخطوات كلها علشان تبقي عارفه ازاي بيتفرد ومن الاول للاخر. وما تنسيش زي ما قلت لك بين كل طبقة، يعني كل تانية والتانية لازم تحطي سمنة. لو ما حطيتيش سمنة زي ما قلت لك هيمسك الطبقات دي في بعض وهتبقى تخينة جدا معاكي. عايزة اقولك انا من الناس اللي انا عاشقة للطبخ يعني. بس كنت دايما العجين اللي هو العيش او الفطير كان يعني ايه بقول مش مستاهلة وبلاش اجرب. بس بجد ربنا يبارك لها اختي شجعتني جدا، قالت لي لا انا بعمله عندي في البيت وبيطلع معايا حلو قوي. وعملته معاها في البيت عندها كذا مرة لغاية ما وصلت للنتيجة اللي انا بقولها لكم دي. وطبعا ربنا يبارك في عمر مامتي، وكنت بعمل عندها برضو مع اخواتي ربنا يخليهم ليا. فاتعودنا بقى ان احنا نعمله. يعني فكرة ان احنا نشتري الفطير دي من بره ما بقتش موجودة خالص. الاول كنا بنستسهل وبنجيبه، لكن دلوقتي لا ما بقاش يعجبنا مهما نجيبه من مكان موثوق فيه. لا اللي احنا بنعمله في البيت حاجة تانية خالص. وهو كورته زي ما انت شايفة كده بقت دايرة، وبسيبه برضو يرتاح لمدة نص ساعة. وادي الفطيرة بتاعتي بعد ما ارتاحت نص ساعة. بفردها بقى زي ما انت شايفة كده، انا بفردها على الصينية بتاعت البيتزا دي مقاس تقريبا 23. كل ما كبرتي الصينية كل ما يطلع معاكي رفيع ومفهوش طبقات كتير. لكن لو انت استخدمتي صينية مظبوطة زي دي او صغيرة هيطلع معاكي من جوه كده فيه طبقات كتير. لو انت بتحبي الفطير اللي هو بيكون فيه لحم كده من جوه او طبقات كتير. لكن لو انت بتحبي يطلع بس طبقتين ثلاثة كبري الصينية مفيش مشكلة خالص، هيطلع معاكي رفيع وفيه طبقات قليلة. دخلي بقى الفرن. الفكرة ايه في الفرن؟ الفرن لازم يكون سخن جدا قبل ما تدخلي الفطير. وبياخد قد ايه في الفرن؟ بالظبط ربع ساعة. لو زودتي عليه النار هيطلع معاكي ناشف جدا. الفطير زي العيش ما بياخدش وقت خالص في الفرن. بحطه من تحت وبعدين بشغل الشوايه ما شاء الله هيرفع كده معاكي وهياخد اللون العسل اللي انت شايفاه ده. ممكن تحطي كمان على وشه معلقتين قشطه او معلقتين سمنه زي ما انا عملت. اللي موجود استخدميه. انا عايزه اقول لكم بقى يا سيدي على الريحه طالع من الفرن يا جماعه، ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بجد رهيب طعمه وريحته حلوه جدا. وما شاء الله واخد اللون المظبوط من فوق ومن تحت. وحطيه بقى كده على بعض وغطيه بس 10 دقايق كده بس لغايه ما يهدى. وبألف هنا وشفا. عايزه اقول لكم كان طالع من الفرن سخن جدا ومش قادره اصلا امسكه. بألف هنا وبألف شفا. ويا ريت بقى ما تنسوش بالشير واللايك واشوفكم على خير.